كابتن احمد صديق طبعا مشوار افريقي بيبدا من جديد. اللقاء البدايه طبعا مع توسكر الكيني في نيروبي في العاصمه هناك كينيا. شايف البدايه بالنسبه للنادي الاهلي وانتم طبعا حاملين اللقب النسخه الاخيره قدام الترجي التونسي، فبالتاكيد حمله الدفاع عن اللقب بالنسبه لكم تبقى مهمه اصعب طبعا اكتر من مساله الفوز بالبطوله. شايف البدايه ازاي والبدايه مع توسكر الكيني، وهل كان ليك قبل كده مشاركات في كينيا لما كنت في مشوار الاهلي قبل كده؟ يعني اكيد طبعا البدايه بتبقى صعبه. انت بالنسبه لك انت كمان بتبقى حامل اللقب دي، الامر بيبقى اصعب بالنسبه لك. وفي نفس الوقت انت بالادوار التمهيديه دي بتبقى برضه بتلعب فرق مجهوله بالنسبه لك شويه، فالامر بيبقى صعب برضه. وانت كنادي اهلي طبعا بدايه بطوله بالنسبه لك، انت داخل وعينك على البطوله، عينك على اللقب، مش اقل من كده. فاي ماتش بالنسبه لنا بيبقى بطوله، ده برضه بيصعب الامور علينا في ظل الظروف برضه. احنا الفتره الاخيره الظروف بالنسبه لنا مش متظبطه، في عدم وجود لعيبه، ويمكن زي ما انت شايف احنا مسافرين بعدد قليل من اللعيبه. لكن ربنا يكرم تبقى بدايه كويسه ان شاء الله، تدينا دفعه للادوار اللي جايه باذن الله يعني. ايه اهم الصعوبات اللي ممكن تواجهكم في هذه المباراه؟ هل درجه الحراره؟ هل الملعب؟ هل النقص العددي؟ في ناحيه معنويه اكيد دي ايجابيه للفرقه، ان بعد الفوز على انبي بالتاكيد دي ممكن تبقى دافع قوي بالنسبه للاعبين. لا اكيد طبعا، يمكن احنا لسه مش بناش الملعب ولا الجو، بس طبعا اكيد الجو بيبقى حر في الايام دي في كينيا. نتمنى ان شاء الله ان احنا نسهل المباراه على نفسنا كده كبدايه ان شاء الله، لحد ما نعدي المرحله دي ان شاء الله. يبقى في الادوار اللي بعد كده يبقى الامور افضل بالنسبه لنا في كل شيء ان شاء الله. المركز الجديد اللي بتلعبه في خط الوسط يمكن ظهر في مباراه انبي، كان قبل كده في مباراه الهلال السعودي، كانت مباراه وديه وكنت انت بتشارك ساعتها بقميص فريق الهلال السعودي. لكن انت قلت لي قبل كده لما كنت بتلعب مع النادي الاهلي قبل ما تنتقل للاسماعيلي كنت بتشارك في هذا المركز ومش جديد عليك، وبالعكس احرزت فيه اهداف كمان. الحمد لله. يمكن انا طبعا بالنسبه لي اتمنى اكون موجود في الملعب طبعا. في نص الملعب ده بالنسبه لي برده شيء كويس، يمكن دي برده حاجه كويسه من الكابتن حسام والجهاز ان هم بيدوني الفرصه في مكان زي ده، وبالنسبه لي ان شاء الله هجتهد فيه وادي فيه بشكل كويس. الحمد لله لعبته قبل كده واديته بشكل كويس قبل كده من فتره طويله. اتمنى ان شاء الله ان انا ادي برده بشكل افضل واساعد الفرقه ان شاء الله الفتره الجايه. يمكن في ظل النقص العددي اللي موجود ده، اي حد مش انا بس، اي حد يطلب منه انه يتواجد في اي مكان اكيد ما حدش هيقول لا. يمكن احنا شايفين لعيبه كتير مش بتلعب في اماكن مش اماكنها. كلنا عايزين المصلحه العامه للفريق، وفي نفس الوقت انا اتمنى ان اكون كويس سواء في نص الملعب سواء في باك رايت. اتمنى اكون كويس في اي مكان بالنسبه لي، واتمنى ان شاء الله ان يبقى له دور كويس ودور مؤثر مع الفرقه الفتره الجايه ان شاء الله. شايف نقاط فريق توسكر، يمكن اكيد تابعت نتيجه مباراه الذهاب والاياب، لكن لسه ما شفتوش محاضره يعني اشرطه الفيديو الخاصه بتوسكر، لسه ما تعرفتوش على معظم لاعبيه طبعا خلال المحاضرات اللي هيعقدها الجهاز الفني لما توصلوا كينيا ان شاء الله. لكن بشكل عام شايف فريق توسكر بنتيجته في مباراه التمهيدي امام بطل سيشل هيبقى عائق او فرقه صعبه بالنسبه للنادي الاهلي؟ اكيد. يمكن برضه فريق توسكر ده بيتهيألي فرقه من الفرق كويسه من زمان، يعني يمكن تقريبا الاهلي لعبها قبل كده او حاجه زي كده. فلا يعني بيتهيألي يمكن الفرق المعروفه في كينيا. واكيد برضه فرقه كويسه، وزي ما بقول لك انت بس في الادوار التمهيديه دي برضه بتبقى الظروف صعبه، ان انت مش عارف الفرقه كويس ولسه في الادوار التمهيديه دي برضه بيبقى الامور لسه ما ظهرتش قدامك بشكل كويس. نتمنى ان شاء الله ان احنا تبقى بدايه كويسه لينا باذن الله ان شاء الله. اخر مباراه ليك كانت مباراه انبي، شاركت في وسط الملعب. شايف المشاركه في هذا المركز في التوقيت ده بالنسبه لك بيبقى عامل ايجابي بالنسبه لك عشان تبدا تشارك من جديد؟ الفتره الاخيره انت كنت نزلت بعد العوده من غياب، لكن نزلت جات لك اصابه ابعدتك شويه، لكن لما رجعت نزلت في مركز تاني. ده شايف افضل لك عشان تبقى متواجد بشكل اساسي مع الفرقه؟ انا زي ما بقول لك لعيب منا يعني بيتمنى يكون متواجد في الملعب باي شكل، لكن طبعا بيتمنى انه يكون متواجد في المكان اللي يحس ان هو يأدي فيه. وانا بالنسبه لي ان شاء الله المكان ده ان شاء الله يعني طبعا يعني على تعليمات الجهاز الفني ان شاء الله يعني اقدر ان شاء الله انا ادي فيه بشكل كويس باذن الله، واعمل المطلوب مني بالجهاز الفني، وان شاء الله اكون يعني ليا دور مؤثر مع الفريق باذن الله ان شاء الله. متفائل؟ الجهاز الفني بعد اي مباراه ايا كانت النتيجه بيشكروا بيشكر اللاعبين، بيشكرهم على ادائهم، بيقول اللعيبه دي رجاله جدا رغم كل الظروف، لكن اللعيبه رجاله بتأدي ايا كانت النتيجه. ده تاثيره بالنسبه للاعبين؟ لا طبعا بتبقى حاجه ايجابيه للعيب، يعني سواء حتى لو حد
بيتوجه يعني بيوجه له الجهاز الفني لوم في حاجه او تعليمات في حاجه معينه عشان يستفاد منها للماتش اللي بعده. فانا شايف ان دي تبقى حاجه كويسه. اتمنى ان شاء الله. احنا فعلا ممكن نكون بنمر بظروف صعبه جدا الناس كلها عارفاها، لكن ان شاء الله ده يبقى دافع قوي لينا برضو ان احنا ان شاء الله نأدي الافضل باذن الله. ويمكن انت شفت بطوله افريقيا ما كانتش فيه ظروف اصعب من كده، ومع ذلك الحمد لله ربنا كرمنا بيها ووفقنا بيها وقدرنا احنا نحققها في ظل الظروف. يعني ما اظنش ان هيعدي علينا اصعب منها، ما اظنش ان هيعدي علينا اصعب منها. فان شاء الله انا باذن الله. وطبعا ده يعني ده مش جديد على لعيبه النادي الاهلي ولا على النادي الاهلي. النادي الاهلي نادي كبير، وفي ظل الظروف الصعبه وفي ظروف اصعب من كده بيبقى كل التركيز برضو ان احنا في ظل الظروف الصعبه ان احنا نطلع بحاجه كويسه. فان شاء الله تبقى الفتره الجايه برضو احنا نحقق بطوله ان شاء الله، بطوله دوري، وان شاء الله بطوله افريقيا نكمل فيها للاخر باذن الله ان شاء الله. توفيق يا كابتن احمد، وان شاء الله توصلوا كينيا بالسلامه وترجعوا بنتيجه ايجابيه قبل مباراه الاياب ان شاء الله.